واش عمرك سديتي عليك الباب وبقيتي كتفكر في كاع الفرص اللي ضاعوا منك ولقيتي باللي ديما كاين سبب خارجي؟ المدير حقرني، الوالدين ما فهمونيش، صحابي غدروني، والبلاد ما عطاتني والو. هاد الكلام كيبان منطقي ومريح، ولكن واش فكرتي باللي هاد المنطق هو بحد ذاته السجن اللي حابسك؟ اليوم غندويو على واحد من اعقد المواضيع النفسيه، عقليه الضحيه. ماشي كإهانة، ولكن كتحليل لواحد المرض صامت كياكل لينا العمر ديالنا وحنا كيسحب لينا راحنا مظلومين. غادي نحلو علاش الدماغ ديالنا كيهرب من الحرية، كيختار السجن، وعلاش الألم يقدر يولي هو أغلى حاجة كنملكوها. شنو هي عقلية الضحية؟ شوف، خاصنا نفرقوا بين جوج حاجات. كاين الضحية اللي تعرضات لحدث خايب خارج على الإرادة ديالها، وهذا واقع وحنا كنحترموه. وكاين عقلية الضحية كنمط حياة، هاد الشخص كيشوف راسو ديما في موقف المفعول به ماشي الفاعل. العالم هو اللي كيدير فيه هادشي كامل، هو ما كيدير والو. كاينين ثلاثة ديال الركائز. اول حاجة غادي نتطرقوا ليها اللوم المستمر، ديما كاين شي حاجة كنعلقوا عليها الفشل. ثاني حاجة انعدام الحيلة، كتحس باللي يديك قصيرة واخا تبغي تبدل كتقول ما عندي ما ندير. ثالث حاجة الاستحقاق المقلوب، كتحس باللي الحياة كتسليها تعويض، وبما ان هاد التعويض ما كاينش كتزيد تغرق في الحزن ديالك. غادي نهضروا على مثلث كارب مان. في النفس كاين واحد المفهوم سميتو مثلث كارب مان للدراما. هاد المثلث فيه ثلاثة ديال الادوار ديما كنتبادلوهم بلا ما نحسو. الدور الاول هو الضحية اللي كيحس باللي هو عاجز ومظلوم. الدور الثاني هو الجلاد، الشخص او الظروف اللي كنلوموها، المدير ولا الدولة ولا الحظ ولا الزهر ولا اي حاجة. الدور الثالث وهو المنقذ، الشخص اللي كنتسناوه يجي يحل لنا المشاكل بلا مجهود منا. الخطورة هنا هي أن الضحية ما باغاش تخرج من المثلث، هي باغا غير تلقى المنقذ باش تزيد تحس باللي هي راها ضعيفة ومحتاجة للدعم. هذه لعبة عاطفية كتاكل لينا الطاقة ديالنا. الضحية هنا كتلعب دور العاجز باش تحكم في الناس الآخرين عن طريق تحسسهم بالذنب. غادي نعطيكم قصة يوسف ودوامة الأعذار باش نفهموا هادشي في الحقيقة. غادي نعاود لكم قصة يوسف. يوسف واحد الشخص اللي فنان موهوب وذكي، ولكن عمرو ما كمل شي لوحة. ديما كيقول باللي الطابلو صغير، باللي الصباغة غالية، وباللي المجتمع ما كيفهموش الفن. دوز 10 ديال السنين وهو كيعاود نفس الأسطوانة، وكل مرة كيتلاقى مع عشرانو كيكالميوه وكيبردو عليه وكيعطيوه العطف كيهدنو ليه راسو. واحد النهار واحد الصديق ديالو قرر يخرجو من هاد الأعذار، كرا ليه محل مجهز بكل شيء. عارفين شنو طرا؟ يوسف دخل في دوامة ديال الخوف. عوض ما يبدا يرسم لقى أعذار جديدة. الإضاءة هنا مجهدة بزاف وكتضرني في العين. هنا غنفهمو الحقيقة المرة. يوسف ما كانش خايف من الظروف، كان خايف يولي مسؤول، حيت إلا دار رسمه وما نجحش ما غيبقاش عنده شكون يلوم. يوسف بنى الهوية ديالو كاملة على أنه الفنان المظلوم. إلا نجح غيفقد الهوية ديالو القديمة وغيولي شخص عادي خاصو يواجه النقد. كاين واحد الحاجة سميتها إدمان الألم والمكاسب الخفية.
علاش كنبقاو في هاد السجن؟ حيت كاين واحد الربح خفي، الهروب من المسؤولية. الضحية معفية من المحاولة. أنا فاشل حيت الظروف خايبة، إذا ما عنديش علاش نتقاتل. الشكوى كتجيب ليك الناس يسولوا فيك ويدعموك. هاد النوع من المخدر العاطفي. كتحس بلي حيت انت مظلوم، اذا انت زوين والناس الاخرين خايبين. هاد الصورة كتحميك من المواجهة ديال العيوب ديالك الشخصية. كيفاش تفرق بين الألم الحقيقي وعقلية الضحية؟ كيفاش غادي تعرف بأن هاد الألم اللي فيك راه حقيقي وانت ما كتبوحطش؟ خاصنا نكونوا واحد الإنصاف. كاين فرق بين واحد مات ليه شي حد عزيز عليه ولا تعرض لظلم قاسي، هذه معاناة إنسانية، وبين واحد ساكن في داك الألم. الفرق كاين في الحركة. الضحية الحقيقية كتحزن، ولكن كتقول هاد الشي طرا ليا، شنو نقدر ندير دابا؟ صاحب العقلية كيقلب على حفرة، كيسكن في الحدث وكيبدا يعاودو لكل واحد تلاقى به، كأنه كياخد شهادة بلي عنده الحق يبقى فاشل. إذا كيفاش تلوح هاد القناع وتعيش حياتك بصح؟ أول خطوة خصك ديرها هي الاعتراف القاسي. خصك تواجه راسك، وقف قدام المراية وقول أنا كنت كنستغل الضعف ديالي باش نتهرب من المسؤولية. ثاني حاجة، راقب اللغة ديالك. ماشي تبدل اللغة ديالك من العربية للفرنسية، ولا تبدل الطريقة ديال الكلام ديالك. عوض ما تقول أنا مضطر، بل قول أنا اختاريت. عوض ما تقول علاش هادشي طرا ليا، بل قول شنو باغي هادشي يعلمني. وثالث حاجة، تحمل المسؤولية الكاملة. وخا تكون الظروف بصح خايبة، انت المسؤول الوحيد على رد الفعل ديالك. غادي نعطيك واحد النصيحة، وهاد النصيحة خذها مني. الحياة قصيرة باش تعيشها وانت كتلعب دور المظلوم. الفيلم انت هو البطل ديالو. كيفاش غادي تعيش الدور ديال المظلوم في واحد الفيلم اللي انت هو البطل ديالو؟ لوحة السكريبت القديم وبدا بالكتاب ديال سكريبت جديد. يعني حياتك القديمة نساها. من اليوم بدا حياة جديدة. بدا بواحد الكتابة ديال واحد السكريبت كتب فيه انا قررت نغير حياتي، وغادي نبدا دابا الحرية الغالية، ولكن الثمن ديالها هو المسؤولية. واش انت مستعد تخلص هاد الثمن ديال المسؤولية؟ كتبوا لي في لي كومونتير واش غادي تحاولوا تغيروا حياتكم وتوليو مسؤولين على راسكم، مستعدين تضحيو بأي حاجة باش تكون الراحة النفسية ديالكم. كان معكم ايكي جاي، تهلاو، كنبغيكم بزاف.